لايف كوتشنج العربية ام حصان. موضوعنا النهارده انتشر قوي وكتر الكلام عنه في مصر اخر 5 سنين، ولقينا صفحات كتير على النت بتعلن عن جلسات بيسموها جلسات كوتشنج. خلينا نبدا بمعنى الكلمه نفسها. الكلمه مجريه معناها عربيه بحصان. محدش عارف بالتحديد ايه علاقه الكلمه بالعلم ده، بس ممكن نبقى نستنتجها سوا مع بعض على اخر الفيديو. طب احنا ليه بنتكلم عنه النهارده؟ لان الموضوع يهم فئه اكبر من الناس متخيله. تقريبا معظم الناس في فتره من حياتها بتحتاج اللايف كوتشنج. طب من غير رغي، اللايف كوتشنج علم بدأه المدرب جالوي في رياض التنس علشان يحفز اللعيبه ويطلع قدراتهم ويوضح لهم اهدافهم الحقيقيه. الموضوع ده استخدمه توماس ليونارد في مجال شغله في الاستشارات الماليه، ولما الموضوع نجح ولقى اقبال اسس جامعه متخصصه في تدريب الناس اللي عايزين يكونوا كوتش، وهي اول مؤسسه رسميه وهي اللي بتدي تصريح بممارسه الكوتشنج لاعضائها بعد ما يمروا بساعات تدريبيه معينه. بس ليونارد نفسه كان مؤمن ان في كوتشرز بالفطره موهوبين وعندهم مهاره، وانت ممكن تكون منهم من غير الساعات المعتمده، فعمل لهم قسم لوحدهم. اما هنري كامزي وزوجته فاكتشفوا اسرار جديده للعلم ده، بداوا يربطوه بقصه حياه كل شخص ومشاعره وذكرياته، وعملوا مؤسسه تانية زي بتاعه ليونارد. وهنا بدا العلم ده يتشعب وينتشر، ولان اللايف كوتشنج من العلوم اللي بيسموها العلوم المساعده، ناس كتير بتخلط بينه وبين العلاج النفسي، مع ان الفرق بينهم كبير. واهم فرقين هما ان العلاج النفسي بيركز على البحث في حياه الشخص وذكرياته الدفينه عشان يطلع المشكله اللي عملت له المرض النفسي، وطبعا هنا هو بيبحث بالاساس عن المشكله، بعكس الكوتشنج بيركز انه يطلع هدف الشخص وقدراته من جواه. الناس بتروح للدكتور النفسي بسبب مشكله عندهم او احاسيس بغيضه او اضطراب شخصي، لكن الكوتشنج كل الناس بتحتاجه، ومش شرط الشخص يكون مريض او عنده ازمه نفسيه، هو بس تايه لفتره او مضغوط او خارج من قصه عاطفيه ومحتاج ينساها بسرعه، او مش عارف يبدا منين، او مش فاهم قدراته واهدافه. هنا الكوتشنج بيساعده ويعزز ثقته في نفسه وفهمه ليها، كمان بيطلع قدراته ويركز له على اهدافه. في حاجه كمان اسمها الميتا كوتشنج، دي بقى بتعدل افكار الشخص ومشاعره، ويقدر الكوتش من خلالها يستنبط حاجات عن قدرات الشخص واحلامه حتى لو هو ما اتكلمش عنها، وتوصله لاقرب بدايه طريق عشان يكمل حياته. طب انا لو كويس وتمام وعندي هدف عارف وعايز اساعد الناس تانية وابقى كوتش، في مهارات معينه لازم تكتسبها عشان تبقى كوتش لشخص اخر، منها القدره على الدعم بصبر، الاستماع الجيد جدا لان ده مربط الفرس اللي هيخليك تتعامل مع كل حاله بوعي وتفهم متطلباتها، الاسئله الهادفه والاسئله البعيده اللي بتوصلك لاعمق نقطه في افكار الشخص، ومهارات التغذيه الراجعه اللي بتخليك بعد ما توصل لاجابات اسئلتك تقدر تترجم الاجابات دي لدعم فكري وافكار تصدرها للشخص وتنور له الكشاف على هدفه وقدراته ووسيله خروجه من مشاكله. وبكده فعلا ممكن نتوقع او نستنتج ان الكوتشنج هو العربيه ام حصان اللي هتوصله لرؤيه جديده وهدف مناسب ودعم لتخطي الصعاب في اي فتره من حياتك. كده خلصنا اللي عايزين نقوله عن الكوتشنج. لو في اي اسئله او لينكات معينه لتوسع في الموضوع تواصلوا معانا في تعليقات، وان شاء الله نرد في اقرب وقت.